مشاكل كهربا ما بتخلصش ومش هتخلص يا كهربا. يعني اي حد في مكانك لسه عامل كارثة مفروض يعني يهدى شوية، يعني يخلي باله على نفسه، يخلي باله على المكان اللي هو فيه عشان ما يخسروش، لان لو خسر المكان اللي هو فيه مش هيعرف يروح مكان تاني بسهولة. تعالوا نشوف اخر احداث كهربا اللي بقى حديث السوشيال ميديا في كل وقت واي وقت وكل زمان. الأهلي يقرر فتح تحقيق مع محمود كهربا للتأكد من صحة الفيديو المتداول حول مشاجرته مع أحد الأشخاص في ملهى ليلي. هو ظاهر في الفيديو اللي فوق أو في الصورة اللي احنا خدناها من الفيديو، زي ما انتم شايفين اهو، موجود في إحدى الملاهي، ملهى ليلي يعني. تعالوا نشوف بقى هو قال إيه. طبعا الأهلي بيدور على الحقيقة. كهربا قال لا، أنا اللي كنت هناك. لا، قال انا كنت هناك فعلا، ولكن الكلام ده قبل او من زمان جدا، ده مش دلوقتي. فالفيديو دوت مش مفبرك، الفيديو حقيقي، ولكن الفيديو ده من زمان، انا بقالي فتره جدا ما رحتش الكلام ده. الفكره كلها مش انك رحت ولا ما رحتش، الفكره كلها انك رحت قبل كده، مش الفكره في حاجه تانية. انا مش فاهم، عارف لما ربنا بيدي حد حاجه كويسه جدا والحد ده بيفرط فيها، او بيديله نعمه وهو مش مقدر قيمه النعمه، هو مش مقدر نادي الاهلي، او مش مقدر الزمالك، او مش مقدر الاسماعيلي، او مش مقدر اي نادي بيلعب فيه بياخد فيه ملايين، في غيرك مش لاقي ياخد مليم وبيلعب في مراكز الشباب او بيلعب في دوريات وممكن يكون احسن منك كلاعب وما بياخدش 1% من اللي انت بتاخده. خناقه كهرباء قديمه، هو بيقول كده. محمد رمضان طبعا مدير الكوره في النادي الاهلي بيقول انا استدعيت كهرباء او استدعيه للامر من التحقق في الامر ده. والنادي طبعا بيسعى لمعرفة الفيديو قديم ولا جديد، واعتقد كده مش عارف يعني، مش عايزين نكون او سبب ان احنا نقول جديد او قديم، الايام هتورينا الكلام دوت. ولكن كهربا دلوقتي الجماهير مستحلفه له، والنادي نفسه مستحلف له، واقف له على تكه. فاتمنى انك تركز في الكوره، اللي انت اساسا اسمك لاعب كوره. لاعب كوره ايه اللي يخليك تسهر بالليل وتروح ملهى ليلي وتعمل مش عارف ايه والكلام ده، حتى لو قديم او جديد، انت لاعب كوره طبعا. ولو حصل الكلام دوت فعليا والنادي الاهلي اتاكد من الكلام دوت وطلع الفيديو جديد، هتبقى كارثه. بيقول لك هيكون عقوبه قاسيه جدا على اللاعب لو حدثت الواقعه دي فعليا، وهيكون في عقوبات يعني شرسه جدا في النادي الاهلي خلال الايام الجايه لو اي لاعب تجاوز وخرج عن النص اللي هو المفروض يمشي عليه. ده ملخص اللي حصل مع كهربا والفيديو اللي انتشر امبارح. اتمنى من اللعيب، اسمك لاعب كرة قدم. وانا صغير كانت حصلت حاجة كده، ستيفن جيرارد قال لك احسن موسم لعبت فيه في حياتي الموسم اللي انا كنت بنام فيه الساعة 10 او 11 اخري بالظبط، كنت بصحى بدري وانام بدري، فده احسن موسم من المواسم اللي لعبتها في تاريخ حياتي. هناك اللعيب لعيب، لاعب كوره عارف ان ده شغله. هنا لاعب الكوره مش لاعب كوره، هو بيلعب كوره بس في نفس الوقت فاتح مطعم او فاتح محل لبس او فاتح مشروع، فبيباشر مشروعه وبيباشر حاجته اللي هنا. فاتمنى من لاعب الكوره انه يركز في مستقبله، لان هو ده مستقبلك حضرتك. لو قعدت من الكوره مش هتعمل حاجه تاني في حياتك، هتتجه بقى للتدريب او هتتجه مش عارف ايه، ويا ترى هتنجح ولا مش هتنجح. اتمنى من كهربا ان يعني تخلي بالك ان دي ربع فرصه، انت ممكن ترحل في يناير ده اساسا ومجانا لاي نادي، لان الاهلي مش عايزك عشان خاطر جماهير النادي الاهلي.